السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتكلم على موضوع إن إحنا مثلا عاوزين نعمل شهادة مؤقتة من الجامعة. طبعا أنا خريج كلية حقوق جامعة المنصورة. فرحت عند شؤون الخريجين وقلت لهم إن أنا عاوز أعمل شهادة مؤقتة من المؤهل بتاعي. فقال له طيب انت دفعة سنة كام؟ قلت لهم على السنة او الدفعة اللي انا اتخرجت منها، دور كام، دور كذا. واداني طلب املاه او استمارة، فمليتها فيها بياناتك، انت ساكن فين والاسم بالكامل ايه والرقم القومي وانت خريج مثلا سنة كام. وبعد كده بتاخد حاجة اسمها إذن دفع، فبيقول لك روح ادفع في الخزنة. بتروح الخزنة. الدفع ما بيكونش نقدي، بيكون عن طريق فيزا تبع أي بنك، والفيزا دي بتدفع بيها عند شباك الخزنة. وبعد ما بتدفع عن طريق الفيزا وبتاخد وصل انك انت خلاص دفعت، فبترجع تاني عند إدارة شؤون الخريجين وبتسلم الوصل ده، وبيقول لك طيب تعالى بقى الساعة مثلا بعد 12، من بعد 12 الظهر، واحدة بقى الساعة واحدة، الساعة واحدة ونص، حسب ما بيقول لك الموظف بتاع إدارة شؤون الخريجين في الكلية اللي انت حضرتك اتخرجت منها. وانا بالنسبه لي مثلا متخرج من كليه الحقوق، فعملت كل الحاجات دي في اداره شؤون الخريجين بتاعه كليه الحقوق جامعه المنصوره. ويا رب يكون الفيديو البسيط ده عجبكم، واتمنى يا رب كده باذن الله يكون شرح خطوات في ناس كتير أوي ممكن يكون بيبحثوا عنها، ويا رب يكون مفيد لحضراتكم. وكان معاكم أخوكم أحمد المطري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.